السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة العناية بالبشرة. النهاردة هنتكلم عن كيفية التعامل مع الحبوب المفاجئة اللي بتظهر فجأة في الوش قبل المناسبة، قبل العيد، قبل الفرح، قبل الخطوبة، قبل العيد ميلاد. يعني الحباية الرخمة اللي بتظهر كده قبل اي مناسبة، ازاي نتعامل معاها بطريقة صحيحة بحيث ان هي ما تسيبش اثر بعد ما تنتهي، وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت كبير على بال ما تروح. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان نعرف ايه هي الطريقة المناسبة ان احنا نتعامل بيها مع الحبوب. لو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا تحت حالا اشتركوا في القناة واعملوا لايك وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد. اول طريقة معانا بنات هي العلاج الموضعي للحباية. العلاج الموضعي من اهم الخطوات اللي تعمليها لما اول ما تطلع لك حباية فورا تحطي عليها كريمات الموضعية اللي هي السبوت تريتمنت. يعني ايه سبوت تريتمنت؟ يعني كريم او اي منتج بيتحط على الحباية بس اللي طلعت، مش على الوش كله، عشان كده اسمه سبوت تريتمنت. طيب في منتجات كتيرة جدا للسبوت تريتمنت، منها الكلينداسول والاكني اكت والاكني بايوتيك. في حاجات كتير جدا موضعية بتعالج الحباية في وقت قليل قوي، وكمان ما بتخليهاش تسيب اثر. طيب من اهم الكريمات اللي انا شخصيا بستخدمها الكريم ده يا بنات، اسمه اكني اكت. ده بصراحة من احسن الكريمات الموضعية اللي بستخدمها على الحباية اول ما تطلع علشان ما تسيبش اثر. استخدمت قبل كده كلينداسول واستخدمت قبل كده اكني بايوتيك. هما كويسين جدا وكل حاجة، بس ده اكتر واحد ارتحت في استخدامه، ما بيسيبش اي اثر للحباية وبيخليها كمان تروح في وقت قليل جدا، يعني يومين 3 بالكتير قوي، والحباية بتنشف وما بتسيبش اثر بعديها. طيب بنعمل ايه؟ بناخد كمية قليلة جدا 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 من الكريم ده. يعني بصي على طرف الايد كده، على طرف الايد كده، يعني كمية لا تذكر، ونحطها بس على المكان اللي فيه الحباية. نحطها بس على المكان اللي فيه الحباية ونطبطب كده لحد ما يتشرب المكان على الحباية، وبعدين نغسل ايدينا كويس جدا. الكريم ده كويس جدا وسعره 20 جنيه بس. ايه كمان ممكن نستخدمه للتعامل مع الحبوب المفاجئة اللي بتطلع لنا؟ طيب في الباتشات دي، الباتشز دي هي بيبقى فيها مواد فعالة وكمان بتبقى شفافة، بتحطيها برضو بس على الحباية، هي بتحافظ عليها علشان ما تنتشرش في بقية الوش او تنقل بكتيريا لبقية الوش، وكمان بتعالجها برضو خاصة اللي هي الحباية اللي بيبقى فيها راس صغيرة كده. بتحطيها على الحباية وتنامي بيها طول الليل، بعد كده بتصحي بتلاقي الحاجات اللي كانت جوه الحباية طلعت فيها وخلاص، بتنضفها يعني من جواها. نفس الوقت لو خارجة بيها الصبح برضو بتحافظ على الحباية وبتحفظها برضو من أشعة الشمس، لأن أشعة الشمس طبعا بتزود الحبوب وبتزود الالتهاب في البشرة. بتتحط على الحباية بس، وفي منها أحجام كتير، يعني كبير وصغير، وبيبقى فيها مواد فعالة خاصة لعلاج الحباية برضو نفسها. وخاصة زي ما قلنا بتتحط على الحباية اللي فيها راس، فورا على طول تاني يوم الصبح بتصحي تلاقيها خلاص الراس دي بتعرفي بتتفضى بسهولة جدا. وبعدين بتستخدمي السبوت تريتمنت زي ما احنا اتفقنا. ممكن نقدر نعمله علشان نحافظ على بشرتنا من ان هي اصلا تطلع حبوب. في خطوة مهمة جدا 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 يا بنات، خاصة البشرة الدهنية، هي اصلا مش لأي بشرة غير البشرة الدهنية والبشرة المختلطة والمعرضة للحبوب، وهي الكلاي ماسك. الكلاي ماسك ده ده سعره كويس جدا جدا جدا، ده بتاع هيمالايا. انا هجربه معاكم دلوقتي. الكلاي ماسك او ماسك الطمي في من لوريال، وفي نفرتاري، وفي برضو انواع كتير جدا طالعه ترند، لكن ده سعره مناسب جدا وحجمه مناسب، لان انت بتستخدميه مره بس واحده في الاسبوع. هنستخدمه مع بعض دلوقتي ونشوف نتيجته عامله ازاي. خليكم معايا. ما اتفقنا يا بنات، الكلاي ماسك بيتعمل مره واحده بس في الاسبوع للبشره الدهنيه والمختلطه والمعرضه للحبوب. ده اهميته يا بنات ان هو بيسحب الزيوت كلها من البشره،
بينقي البشرة جدا، بيعمل زي سكراب كده او زي تنقية للبشرة وللمسام، بيضيق المسام وبيفتح كمان، وكمان للرؤوس السوداء بيقللها قوي وبيقلل مظهر المسام، ومفيد جدا جدا للبشرة الدهنية والمختلطة والمعرضة للحبوب. واحنا بنستخدمه مرة واحدة بس في الاسبوع علشان نحافظ على بشرتنا ان هي يطلع لها حبوب اساسا. طيب احنا بنستخدمه ازاي يا بنات؟ احنا بنجيب فرشة زي دي مبططة كده او فرشة خاصة للماسكات، وبنبتدي نطبقه على وشنا اهو بنات. حطينا كمية على الفرشة كده، وهنبتدي نطبقه كده على وشنا بالراحة، نفرده على وشنا. هفرده على وشي وارجع لكم تاني. اهلا بيكم مرة تانية. انا دلوقتي خلاص غسلت وشي من الماسك، ويعني ارجو ان انتوا كنتوا تكونوا شايفين الفرق. يا ريت يا جماعة ننشف بالمناديل، بلاش الفوطة خالص. طبعا يعني شايفين الفرق، هو بيشد الوش وبيفتح الوش وبيمتص فعلا الزيوت الزيادة من البشرة، وبينظف البشرة وبيقلل من ظهور المسام، بيقلل من شكل المسام. بيتعمل مرة واحدة بس في الأسبوع بالنسبة للبشرات الدهنية والمعرضة للحبوب والمختلطة. بس غير كده ما افضلش ان البشرات الحساسة او الجافة تعمله، لان هيتسبب في جفافها بشكل كبير جدا. طيب اهم خطوة يا جماعة بعد اي ماسك بنعمله، وخاصة الماسك الكلاي دوت، لانه هو بيسحب الزيوت من البشرة وكده، فما ينفعش بعد ما نعمله ما نحطش المرطب. بعد ما بنعمل الماسك وبنغسله من على وشنا ونشفه كويس جدا، خطوة المرطب مهمة جدا علشان صحة بشرتنا. طيب بس كده بنات، وبكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبكم الفيديو انزلوا اعملوا لايك دلوقتي حالا، متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. لو وصلتوا الفيديو ده ل1000 لايك ان شاء الله هنكمل في سلسله الاعتناء بالبشره والجسم والشعر. سلام.